اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من انسايد شو. وضع ممل، ماكو شيء جديد. السنه بعدهم على نفس الحال، ما متفقين على رئيس مجلس نواب لحد الان. تقدم يقول انا الاغلبيه، عزم وسياده وجماعته يقولون احنا الاغلبيه. رئيس وزراء يفتتح جسور بس، ماكو شيء جديد. الشغله الوحيده اللي تفرح بهذا البلد هي ريال مدريد. مبروك ال15. ويقول لك مجسر قرطبة تكلفته تساوي موازنة محافظة كاملة بحسب تصريحات السيد مصطفى سند. دولتك شنو؟ فالوضع تقليدي يا اخوان، حيل يعني تقليدي، ماكو شيء كرييتيف جديد هيك بابتكار بابداع. اكو شيء خلينا ندور بالله بلكي نلقي. يسميه الناس بالإطاري الأرقام مع كثير من التوابل الساخرة، مستفز وحاد، قد يكسر بيضة على الطريق المعبد، وقد يقف أمام شطيرة فلافل عملاقة ليوصل فكرة عن ظلم مدينته. حلو، عصف ذهني. اخوان، برنامج سياسي مستضيف واحد يخلي توابل ساخرة يكسر بيضة على الطريق على الرصيف، ليش ما ندري. حاط يوقف قدام لفة فلافل عملاقة. شيف شاهين اللي جابه، فالح ابو العنبة، حيدر دبل، ماكو غيره. وراها التقديمه منى شاي لازم، يعني تقديمتي تكبس على القلب صراحه، لازم شاي حتى نهضم بيه. بس تكون اسعار اللفات يمكم زينه عادي، يعني لفات عملاقه حسب ما تقولون. هذا مو من جهه الرابعه، صار من جهه كثر لي عنبه شويه، فالفوله حاره زياده. ان شاء الله الحلقه الجايه لا تجون ايديكم فارغه، جيبوا لنا فلافل فل فرط من هذا وياها صمون بالف. خضره موجوده ان شاء الله بالثلاجه، والغازات حطوا عليها طوط. بس اراد لكم مفرغ قبل الاستوديو ترى للعلم يعني. هسه منو هذا غيره حتى نعرفه؟ منو هاي الشخصيه المستضيفيه؟ اليوم وانا جايك مسوين رئيس وزراء بشكل لجنه على الناس اللي سوت اعجابات ولايكات على منشوري مال الفلافل. هذا رئيس وزرائي، هذا اللي يمثلني. رئيس وزرائي يتهمني، هاي عيب. هاي خلطني ماك عندنا هذا انت رئيس وزراء، انت ما عندك تهمه، انت عندك معالجه، بعدين تحاسبون العالم. انت مو تقول انا ابوي معدوم، تروح تسوي اساليب صدام حسين على الناس، تفصل ناس وتسجنهم وتعذبهم. البصره وينك؟ انا صح مستفز ومزعج وكذا. حلو استاذ مصطفى، عاشت ايدك، فكره كلش حلوه. طلعت خارج الصندوق، رحت المحل فلافل، كلش حبيت استاذ. بتواكب الاجيال الشابه واللي يتابعون الريلزات. بس حاط عليها بوف لما تقرر الموازنه بمحل فلافل. ما شاء الله عاشت ايدك صراحه. انا اتخيل الموضوع هسه هيك المحافظات واقفين على السره مال الفلافل اللي هي الموازنه، فتجي المحافظات الكرديه يضربون السره، والمحافظات البقيه يمشون عليهم الفلافل البارده. والله ذنق الله يا حبيبي، ساعه خذ لك فره وتعال. حتى فلفوله زايده ماكو همينه. والله حلو الموضوع. تخيل السوداني واقف على الكاشير، طيب سامي معالي وزير الماليه على الطباخ قاعده، والفلافل بالدهن الحر. تحياتنا لك رئيس، مشتاقين شو ماكو؟ لا تطلع، لا تجي لنشوفك، مرنا للمحل رئيس. والله تنغصت لك هسه بهالموضوع هذا. اقول منو ما ماكل يا ربي، ثار الرئيس ما ماكل. هسه كافي نسد الموضوع لان لا احس نفخت. ورا لفه الفلافل اجتماع الاطار، اجتمعوا كل المحافظين اجتماع طارئ. اجتمعت اللجنه الماليه والمحافظين، اجتمعت اللجنه التنسيقيه بين المحافظات، اجتمعوا رؤساء مجالس المحافظات. هاي فلافل وهيج لو منزل قص شلون؟ مصطفى دبل ابو العنبه، صار فكرتك استاذ، ما حد يقدر يسويها غيرك. واذا نائب حب يسويها تبيع له وكاله استاذ. فلافل مصطفى الشهيره، بس والله مختار موقع تجاري. فلافل وهيج لو منزل مندي شلون استاذ؟ الجامعه العربيه تجتمع وما اسولف لك بالجامعه العربيه من هذا الملفه. كافي استاذ مصطفى، تنقت كافي فلافل. يعني المعده. يعني انا عندي تغريده اول ما فزت بالانتخابات، قلت احنا ممثلين الشعب، الله وكيلكم بقعداتنا الخاصه نحكي على الشعب. والله يا ست منى احنا بقعداتنا الخاصه نحكي على الشعب. ليش؟ الشعب بطران يدور تعيينات، ما ذول ملشيني ويستهزئون وافلام ما سامعه بها بحياتك. والله بطرانين، هذا السايق يقول لي اتعين والله ترى داهضم اللفه توني وكلتنا. شو تحكون علينا؟ على اساس تحكون علينا؟ ترى ما ماكلين منكم شيء، انتم اللي ماكلين البلد من الفش للفش. حتى فلافلكم هم نهضمها.
ومنا احنا اصلا عندنا قانون الشعب وهم من وراكم. هسه اليوم هم ما شاء الله ربعي زين كل زينين، ها الفلافل شو اخبارها الفلافل؟ اطلع استاذ، اطلع اريد نعزل كافي. يعني مبدئيا انا رحبت بالفكره بالمشروع، هسه اريد اعزل الحلقه كافي استاذ. لان اسم الله عليك الجالي علق هسه، وهاي اخر مره اكل يمك. فلافلك غير تقييمي للمطعم 4.5. اول ملابس شفوف، وهذا مخالف لتعليمات وزاره الصحه. لا مقبلات، لا حمص بطحينه، لفه هيك ساده ويا فلافل، فلافل ساده واقفه ترى استاذ. نروح نغير الموضوع رجاء، لانه لا احس راح يعني كافي. ما حكيت عرف لا ما حكيت. فلافل هاك ابو الاقليم جاي اكرمكم، انا رجال كريم اريد اكرمك، انت تعافيت علي قلت لي ما اعطيك فلوس. مو كارك استاذ، مو كارك. اكو فرق بين المطبخ السياسي ومطبخ الفلافل. احنا ندري نتيجتهم وحده، ندري يعني نعرف هالموضوع. كافتريا البرلمان ما لها علاقه بالكافتريا مال الناس العاديين مال الشعب. مصطفى بروح عزيزك كافي، اطلع من الموضوع، ترى معدتي بدات تقلب هسه. واحد رد علي قال له والله حكى جداول ونشر وشرع على ما فاد. الصبوره وكذا، ما فاد، جاب لكم لفه فلافل سوت قولون عند الحكومه. وانا اقول ليش بعض القرارات الحكوميه تحسها حشد سامع. شافوا لفه فلافل يلا انتبهوا. طبعا حجي ينتبهون، هو ليش ما ينتبهون اصلا؟ هو الطبيعي اصلا انهم ينتبهون، مو بس ينتبهون، يحسون، يشمون حجي. اطلع من المحل مصطفى كافي عاد، كافي، عوف الفلافل، كافي، العنبه من ايدك وخرها، كافي. فد هوسه صايره. هيك راي واحد تبخرت فورت لبلبي. لبلبي؟ ليش سوالفه كلها استاذ؟ وهسه رايحين لفقره ضيف البرنامج، ضيفنا لهذا اليوم الشيخ عدائي الغريري. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه. ضيفنا لهذا اليوم المعرف لا يعرف، الشيخ عدائي الغريري. الله يسلمك، شكرا جزيلا استاذ. أهلا وسهلا بك أستاذ شيخ. ضيف، يا مرحبا، اهلا وسهلا. الله يحفظك. رئيس رابطه وخطباء ائمه وخطباء الاعتدال في العراق. نعم. خادمهم. اها. خادمهم والله رئيسهم خادمهم. بس احنا قبل ما نبدي استاذ إيه. احمد، انا من هسه احس نفسي انا مخنوق. ايه. فاريدك تفتح الدقمه حتى انا اتنفس. صحيح. اي فانا هذا إيه انا خاطرك، هذا ستايلي يعني، ستايلي غربي، فخاطرك راح اخل والله هذا النظام الستايل مالتك بصفتين، مم. بالقدم والوحدانيه. اي هذا اذا كل لقاء نشوفك بهن نفسيتين فعلا. إيه. فهنا بهن القدم والوحدانيه، بس ما جاي يتغير. الفقره الاولى هاي برتقالتين، نعم. واحده مقشره واحده ما مقشره، خوش. يا هي راح تختار من عندهم؟ والله المبشر اسهل، لان انا والله قبل شويه فطرت والله العظيم وانا صايم، لان هاي اريح لي وشايفه كلها يعني. اللي مقشر ايش ما ادري، كل شيء ما اشوف ما ادري، بطنها شيء حاطينها جزء ملزقينها تلزيق حاطين، فهذا مقشر اشوفها ارتب يعني. زين شيخ، بالعافيه. هاي ناكلها ورا اللقاء. اعطيني انا اكل لو انت تاكل. انت تاكلها. إيه. انا اختاريت ما مقشره الشيخ. انت واحد يعني إيه. لازم أن ناخذ لنا في خذ لك شيف. إيه. بالعافيه شيخ. شيف عمي. ايوه خلينا نفطر على البغداديه. بسم الله. الف عافيه شيخ. والله طيب احسن. ما نخسر والله. مو احسن؟ اي نروح الغير مثال. اي بس هسه عيني على النبره ادوخ. عندنا واحده مقشره واحده ما مقشره. اكمل. ها؟ واحده مقشره واحده ما مقشره، ايش تختار شيخ؟ والله هاي طيبه، هاي شبيه؟ شبيه؟ هم طيب. مقشره شيخ؟ هاي طيبه والله. طيب بالعافيه شيخ. اي عندنا نجرب تجربه ثالثه وياك شيخ. عندنا هاي شكليته مفتوحه وشكليته مسدوده، منو تختار؟ هاي المفتوحه اسهل. اي والله انا بدون فلتر يعني قبل مباشره. بالعافيه شيخ. صح راح تصعد عندي السكر وانا عندي سكر بس. اي والله، لان احنا هسه بنظام عصر السرعه. افتح كيس وما ادري شو، هاي اسرع. انضربت الرساله، اخوان تعالوا هنا مرخذ شو اسمه معنا. شيخ طبعا احنا كنا نريد نوصل رساله من خلال هذا الموضوع، بس انضربت الرساله شيخ، عاشت ايدك. اكو مرات بنات صح هي ما محجبه، بس هاي مو معناها هي انت راح تقول لي يعني معناه الشيخ شنو انت دا تشجع، انا ما دا اقول لك دا اشجع، حتى رساله من هذا المنبر لا يقول لك الشيخ يقول لك يعني هو موافق، لا مو موافقين، لكن حتى نوصل رساله انه ليس كل بنيه سافره هي عليها علامه اكس، وليس كل بنيه محجبه احنا نقول هي مثال، احنا نقول نعم. ليش؟ هو كل واحد الان يلبس عمامه، هو رجل دين
اكو دجال. كل مدرس الان يلبس خاط وربطه ما يخدع الطالب، الاستاذ الجامعي ما يخدع الطالب، ماكو الصيدلاني ما جاي يخدع المريض. ليش ماكو طبيب غير كفؤ؟ طبيب هذا اللي يكتب شفره، ما ادري شفره. هاي يعني هاي مخزيه، يعني هاي مخزيه ومخجله على الطبيب وعلى الصيدلاني. تتفق انت والصيدلاني لو ابو المختبر لو تاخذ داور كيسه من هنا على المجمع الطبي، والمريض كل شغلته يجوز 70,000 دينار، وانت صامت اهله ب 700,000 دينار. هو راتب مال شهر. ليس كل اللي مقشر مو زين، ولا كل الان اللي مغطى ترى زين. اي عسير الشيخ، هاي الرساله مال الشيخ واضحه وصريحه وتقدر تقولها، يعني كافي تشلبينا بالبرتقاله واللالنجيه اخوك واحد اذا امه مسوقه هذا ما يصنع محتوى، يعني بشلب يصنع محتوى من الثلاجه. خلينا نبلش شيخ. نعم. اول سؤال، شيخ شنو اللي يضوجك؟ والله الامور المقلوبه والناس تسميها صح وهي خطا. مو المفروض مضبوط شيخ تصبر ليش؟ حتى توجر عليه الموضوع؟ ليش يعني؟ انا قبل ما ادخل الاستديو اكو عندنا هنا استاذ يتكلم 8 لغات. زين هذا غير يتقدم يصير بالواجهيه. لما يجينك وحده يعرفها ووحده يعني وحده بالهاون ووحده بالجاول، هو هذا يتقدم وهذا يتاخر. زين شيخ، اول حب بحياتك، وهل عندك اكس حاليا ومكرش على منو؟ والله اول حب بحياتنا من كله بالكليه. احنا بالارياف وبنات الكليات ويانا ما انحرمنا. تدري اللي احنا بالريف، كان ابو المدينه ما يطل الريف. زين شلون ردنا الراوسه، لا اقدر اجي للمدينه. وضعنا يعني وضعنا المادي تدري ما يسمح لك انت تطلع يعني بيت ولا اهلها يقدرون يقول لك احنا نعطيها عمي هاي يعني لازم تروح تشتغل، تطلع للفلاحه، عندهم تحلب البقر، تحلب غنم، ولو كان غنم ما عندنا يعني. المهم بس اهلنا يعني قدام عندهم. اكو اكس بحياتك هسه ومكرش على احد؟ هسه صرنا شياب انا. هسه للشباب. اي طبعا. ماكو شيء معجبات شيء؟ اي ماخذ عمي 4 نسوان. اي والله متزوج 4 نسوان. مع التعدد شيخ الثاني؟ اي والله مع التعدد. وين احط يعني 4 الا تحطوني قدام ال4 0 يلا اشتغل من جديد. شيخ هل يعتبر تشجيع برشلونه حرام؟ لا هو مو حرام بس بأذية للنفس. اي يعني ممكن اذا تطور الموضوع يصير حرام يعني صدق. هم انت جاي تأذب نفسك وتصيح ساعة ونص انت من حرق الاعصاب بدون فائده. اي جاي تتلف اعصابك انه وتحرق بدمك وتاليها تطلع النتيجه فالصو. اي تطلع بموسم صفري. اي فتطلع اذيه. لا ابطال لا دوري لا كاس كل شيء ماكو. طبعا كل شيء ماكو. قراءتك للوضع ببرشلونه شيخ شنو؟ والله هو ميسي من طلع من برشلونه خربت الشغله، فلازم يسوون مشيه جديده على ميسي ورجعونه. بس يروحون لازم عاقيل. اي لو يذيب جرش ويا ليش اسمه ويا برشا ويرجع. تقول له لا هذول ربعك ما يصير تطلع ذول اصدقائك وزملائك، لازم ترجع لعمامك. نعم. شيخ هل تؤمن بوجود الكهرباء بالصيف؟ شلون الماء لا طعم ولا لون ولا رائحه. الكهرباء عندنا مثل القاعده الفيزيائيه، لا طعم ولا لون ولا رائحه. اذا جات لك الصيف وجت الحمد لله منها ويش راح تبدي سيارات الاسعاف وسيارات الحرائق. يوميا هسه احنا يوميا شو اسمه بسطيه. اليوم اكو حريق يمكن صاير بالعماره اول البارحه وبكركوك. زين عمي هذا قاعد ببسطيه. هو هذا متخرج. هو طبعا نشكر الحكومه لانه هذا من البسطيه مباشره من الكليه للبسطيه. هذا انجاز. انت مش تقول هذا شغل الحكومه من الكليه للبسطيه. هذا المهم. هسه البسطيه حتى البسطيه لحقوا عليها. احترقت. زين انا بس من البسطيه هي وشوال ولما انا حاطه بصف الرصيف. منين اجت الكهرباء؟ اريد واحد من ذولا مو اهل التوحد ما هذا منغولي اريد يجاوبني على هذا. ما اريد عاقل لانه العاقل راح يخبرني. هسه ذاك اليوم كنا صار ذاك اليوم حريق، سيارات الحريق كلها راحت والاطفائيه. الحمد لله العالم كيف هي وصلت الاطفاء، طلعت السياره ما بيها مي صدق. زين هذا انا بس هذا السايق منين اجى؟ صعد من الشارع. زين هاي مو مديريه، فتح الجامعات الاهليه حط لهم هناك بالارياف يم راعي الاغنام والابقار هم فتح له كليه. وبعدين والكليه الحمد لله ماكو واحد راسب. هسه شلون ما راسب هم اذكياء. هو العالم شاطر. انا هسه ما جاي اتهم حظي على قولة العجائز مالتنا. اتفل بزيجي نجح. هو
مو يريد يستلم فلوسه، يقول لك انت لا تحكي، وهذا عمي تحكي هذا مو هذا، تطلع من السقف تطلع قبل يجي ماكو يعني مو تطلع همرون سايد، تطلع ما تشغل للسماء وتطلع. احنا بظل هاي الهوسه السيد رئيس الوزراء من كان بامريكا التقى بالجاليه العراقيه قال لهم لازم ترجعون انتم للعراق، احنا راح نسهل اجراءات عودتكم للعراق. لمن يرجع؟ الرياض وين؟ لمن يرجع؟ يعني مثلا وين اللي يرجع؟ يعني الاستاذ الكفو هسه يخلونه بكليه محترمه، الفنان الان العراقي الان هسه يقدر ياخذ حقوقه، تعبانين ذولاك الان ممثلين جاي يموتون بسبب مستشفى حكومي بائس جاي يتعالج به. الان اللي عندك فلوس تروح تعيش، والله ما عندك فلوس تموت. المستشفى الحكومي بس حاجه، اشهد ما في الله، المستشفى الحكومي واحده بس عنده حسنه، يصدر لنا شهاده وفاه رسميه بس، كل شيء ماكو، كل شيء ماكو خلاص. شيخ عداي من يطلع الصبح شغل السياره، صعد الجام، شغل التبريد، وشوف راح يتسوق يجيب صمون ويجي شي دندن بينه وبين نفسه. والله انا اشوفهم كلهم يعني شريط الاخبار للقنوات الاخباريه كلها لازم اشوفها. لا انا اريد اعرف شو تدندن انت بينك، شو تغني يا اغنيه مثلا؟ ما المشكله ما احفظ. اي والله ما احفظ، يعني احب اسمع بس ما احفظ. والله احنا عندنا الاناشيد الاسلاميه تدري مرات نزف الشباب، نشوف شو تنشد شيخ؟ او اولادنا شو تنشد؟ اكو مقطع معين نسمعه؟ يعني اكو عندنا يا حبيبنا مبروك مبروك دم على هذا السلوك، ان شاء الله بتشوف الاولاد على التقوى بيطيعوك، ما حلت عرسك على هالسنه لا منكر فيها ولا فتنه، والقبه الخضراء فيها والزهره من هذا يعني، وهكذا دواليك ان شاء الله. والله صوتك حلو شيخ. سلمك الله. زين، هل يعتبر تشجيع ريال مدريد حرام؟ تلف اعصابك. ها؟ يخليك تتلف اعصابك، ولذلك من تتلف اعصابك حرام عليك تتلف اعصابك. شنو قصدك يعني الريال يتلفون الاعصاب شيخ؟ لا عفوا انا 14 دوري ابطال عندنا. اي عندهم لا انا كنت اقصد البرشه. رجعنا البرشه سيد لا الريال عندهم 14. الشيخ عنده موقف من عندهم ترى المره الثانيه. لا الريال عندهم 14 دوري. زين. وذولا ابطال القرن مثل ما يسموهم. واليوم يلعبون ويا الالماني على النهائي اليوم الساعه بالعشرة. توقعاتك شيخ؟ الفوز مسجله. فوز 2-1 3-1 3-0. والله يعني مو حيل بالتوقعات، يعني 1-0 2 هيك. اي والله مو حيل، لانه هذا الفريق الالماني ايضا فريق قوي ومعتبر يعني. امبابي راح يجي للريال؟ والله لازم نودي عليه مشيه، لازم نودي عليه مشيه ونروح ناخذ له عرب ويلا. هو طولها ترى شيخ، يعني المفروض يجي الموسم اللي قبله واللي قبله، طولها ماكو. مخبل هذا زعلان على عمامه، لازم عمامه ياخذوا له مشيه ويرضونه. فلورنتينو لازم. يرضونه، هيك مال يروح يجي عليك يدق على الباب ويجي ما يجي. ليش شيخ المهندس شايف روح علينا؟ جيت انت وكملت القضيه وقلت هذا مهندس وصار صوتك ترند وحطوا المهندسين على فيديوهاتهم. هو هذا اصل للموضوع. اكو عندنا بالمنطقه منطقه اليرموك اكو كان شارع القريب على مستشفى المركز الصحي الحمزه الموجود باليرموك، ومقابل جامع الشواف اكو كان شارع محفر وحفره موجوده كبيره. انا رحت لابو الاوتي بدأنا نتكلم عن هذا الموضوع. اكو الاوتي الموجود هسه الان حتى لحد الان مفتح. قال يا شيخ تقبل؟ قال هاي حفره قدامي، انا سويت المحل رتبته وطلعت الانقاض دفنت به الحفره، دفنت الحفره لان كل ساعه طس بها سياره مال تراكتر مو مال سياره صغيره. يقول فدفنت بالانقاض، دفنت هاي الحفره، سويت زين. يقول جاني ثاني يوم المهندس قال انت سويت. قلت شنو سويت؟ قال انت تدري سويت؟ قلت والله يقول سويت. قال شلون تدفن الحفره؟ قلت ها والله. قال لي شلون؟ قال عمي مو هذا نريد نطيل مقاول. بابا انت ليش تسوي؟ انا قلت عمي بابا ليش تحكون هذا مهندس؟ كم هذا مهندس؟ هذا مهندس. يقول ليش الحفره دستها؟ فاحنا هي جدا نوصل. شافوا نفسهم علينا شيخ ورا هذا الفيديو. ما يخالف. قاموا يتبعوا لنا صفحه. ولاداتنا ما يخالف يرجعون يعني. والله وين عليهم يكشفون غير علينا. ما يخالف. شيخ تعرف فرقه BTS؟ جماعه تاي وتشانكوك. بالضبط. تعرفهم شيخ؟ هاي صدمه هاي شيخ. شلون تعرفهم شيخ؟ هم تشاي لو تاي يعني اثنين بيصيرون. وتشانكوك يعني هذول جماعه تشانكوك. زين شيخ شلون عرفتهم هذول مال شباب هسه الجديده؟ هم تاثر بيهم مثل ما يطلعون بتليفونك كان هم يطلعون ويمي بتليفون. والله نفس الشيء المطر متساوي يعني. تليفونك نفس تليفوني
مثل ما انت تشوفهم انا والشباب يشوفون احنا هم نشوفهم وياهم. شيخ بدأوا الشباب يتاثرون بدول تاي وجماعته شو جانكوك. اسمه جونكوك بالضبط. الشيخ قام يصلحني يعني. طبعاً. غريبه يعني. اوكي يسوون هاي الحركات مالتهم هيك هاي التفاصيل يعني هم شويه ما ادري وضعهم غريب مو هذول- يحطون حمره وهم هذا شباب. اضطراب نفسي مم. حقيقه لان هذا يعني لا تفعله النفس السويه، لذلك عندنا مرات شباب انه يتاثر بهذا الموضوع. يزعل ليش تتاثر؟ انت تريد الشاهد انت شاهد، يعني ليش تروح انت تقلد؟ انت حاط لك حمره وحاط لك مكياج وحاط لك قصه ابني انت رجل عيب ذني هذني مو مالات الرجوله، هذني خليه للبنات، خليه للبنات يا ابني انت زين منافس البنات عليش يعني حتى يعني والله العظيم بس البنات ما خلصانات انه انت ماخذ الحمره والكريم وجسمه ودني واي والله مسوي لك مزاج ورايح عليه عليش يحس ان نفسك رجل ايش بيك؟ زين هذا معناه هذول اللي يحطون هذول هذا اذا طلعوا هسه على الحر يموع. نزار الفارس يجيب فنانين وراقصات ومغنيين ومطربين ويسالهم اسئله ما لهم علاقه به. راقصه يقول لها شو وقت تصلين او شو وقت تقرين قران شو وقت تتوبين. فاحنا نسال نستوحي من هاي التجربه النزاريه ونسالك شيخ ايش تسمع اغاني الويجز؟ ايش تحب الويجز؟ والله ويجز ما اعرفه يعني يجوز شيخ مال العرب بس انا يجوز ما اعرفه يجوز كبير عند ربعه بس انا والله ما اعرفه ولا متابعه. زين بس ما نزار فارس حتى نقدر نجاوب عليه، هذا ما اعرف اجاوب عليه. ها ايه شنو رايك والله نزار الفارس اولا تحيه الى هذا الرجل الاعلامي. نزار الفارس برنامج مالته يسمونه حكي الخرس والاسئله مالته يقول عرب وين وطنبوره وين. زين هو انت اذا يجيب الفنان والفنان هو يشوفه مشلح خلاص ما عنده شيء. يقول له انت اقول لك وين تصلي؟ يا انت بالله هذا سؤال وين وهذا وين؟ فنزار الفارس عمي حكي له خرس وهاي الاسئله مالته اذا خرس يجيبها يم نزار الفارس يجوز لو يطق ويموت لو يقوم يحكي من وراء اسئلته يعني. زين احتراماتنا له. تحياتنا تحياتنا نزار. لا تضوج حبيبي نزار الشيخ ترى يعني ينصحك لمصلحتك. شو رايك بانتشار مراكز التجميل والنسوان صار الكل شكل واحد يعني بالصين عبالك حصرنا؟ والله مراكز التجميل شوفوا يا بعد راح اجاوب تجرد غير بتجرب راح تخش. هسه انت تخيلني انا ما لابس عمامه. زين مراكز التجميل شوف عمي اكو واحد عنده سياره محتز بيها. محتز بيها انت عاجبتك سياره ابوك سياره جدك او انت محتاج بيها ما تريدها. زين انت لا تقدر تبيعها نايمه على قلبك السياره مو زين لانه انت مخلف منعتها سيارات يعني مو اقصد مخلف منعتها غير وين. زين انت شو تسوي له؟ لا تقدر تبدلها نايمه على قلبك. فش تسوي؟ هاي المراكز التجميل مثل الحي الصناعي يعني مطخطخه منا صبغ منا بارد على تمشي الحال. فاحنا مراكز تجميل حداديه صدر هم طبعا حداد صدر طبعا ترتيب يعني صبغ وترتيب من انا على تدفئه على تبريد على دوشمه يعني تطلع مقبوله. مو انت هذا اللي عندك قديم تلفان زين انت شو سوينا دي نايم على قلبك اقصد السيارات يعني بالضبط هذا بساعات داخل السياره نايم على قلبك وين تبدله؟ فانت شو تسوي؟ مرات واحد يخاف يقول لك انا ما اقدر اجيب مثلا سيارتين. مرات ما عنده فلوس خطيه يشتري سياره ثانيه فيضطر يمشي حاله. لو يظل يروح يشتري له سياره بستري يقوم يشتغل بها ماكو ويفتر زين شو يسوي؟ فمراكز التجميل انا اعتبرها خطوه رائده في تصليح شك وحده جقمه ونايمه على قلب رجل. زين بس مو الاشكال صارت مشابهه شيخ يعني احنا اوكي عدل ورتب بس شويه تغيير يعني. الشفه نفس الشفه التكساس هذا الفتش نفس الفتش. ذوق الناس شو تسوي يا اخي؟ الناس ذوق. هسه انت مرات تروح لابو العلوه يروح الا يشتري له رقيه هكذا. زين يابا هو كنت عم انت مرتك تقدر تاخذ لك شيء في كافل يقول لك يعجبني هاي ذوق. فايش يسوي نفس الشفه ايش يسوي؟ يجوز السوق هو هذا او ما موجود تطور موجود يعني ما يعني حداثه ما موجوده. مستقبلا يجوز يجوز على المستقبل مثلا اكو تبديل مثلا يجوز يصير قطع غيار بها لان اسوي نفسي تبدا يصلح به. بدنا نحكي على السيارات احنا بدنا نحكي على السيارات نعم. واحد على قول جدتي احنا انفض يجيك عمي خاف واحد. والان اعزائي المشاهدين مع فقره خيارات مع الشيخ عداي الغريري. كيبوب لو سعد الحلي؟ وسامي يوسف. تيكي تاكا لو اللعب على الاطراف؟ حسب الخصم. اي حسب الخصم والخطه الموضوعه. انمي لو كرتون شيخ؟ كرتون البي نفع. جوسي لو كريسبي؟ لا جوسي. موهيتو لو اسكنجبيل؟ حامض حلو. ذئاب الليل لو بريزن بريك؟ لا ذئاب الليل هذا اي طبعا. العيساوي لو المشداوي؟
والله هم اثنينهم ولد حماية. واحد شيخ. النودلز لو الاندومي؟ لا المعكروني احسن. مكرونة. أي. هسه عندنا شيخ اسئله، هي اسئله متابعين دزوا لنا اياها، فاحنا نريد نعرف جوابك عليها. هاي غفران من الناصريه تقول مرحبا شيخ، انا من الناصريه، سؤالي شنو تستخدم لبشرتك؟ تريد تعرف روتين البشره اللي يستخدم الشيخ. سؤال غريب من غفران من الناصريه. والله ما انا رجال شايب يعني غفران. والله استعمل هذا الكريم مع ابو 1000 دينار عمي كل شيء. كريم ابو 1000 دينار ما نقدر نقول اسمه لانه خاف يصير اعلان، أيوه. فراح ناخذه ندز لك اياه من الشيخ اسمه بالكواليس. وزيت الزيتون كل شيء ماكو. وزيت الزيتون زيت زيتون سجليها غفران. هذا زياد من الديوانيه، تحياتنا لك زياد. يقول ياهو الاحسن زيت الخروع لو زيت الحيه للحيه؟ والله زيت الزيتون الرائع او الاصلي جميل جدا حتى للشعر جميعا، هو مو بس للحيه، حتى للشعر، حتى يقوي بصيلات الشعر يعني خصوصا العصره الاولى. عندنا ابو نمر احنا واحد من الكادر لحيته ما كامله خطيه يعاني، فتنصحه يستخدم؟ خليه يسوي زرع. ازرع ابو نمر. خليه يزرع ابو نمر، خليه يزرع. خليه يزرع. سؤال من فيروز يقول شيخ هم كنت بشبابك تلبس هاف لو مخصر وكلاسيك؟ قبل كانوا يلبسون هاف. لا هاي ما لحقت عليها، هاي اواخر ال 79. اي لا بعدنا هاي احنا ما لحقنا، بنطلون قميص عادي ما لحقت عليه. شفتهم لحقت عليهم بس شفتهم، بس احنا ما لبسناها هاي. زين. يعني الخنافس وهذا تشارلوس، والتشارلوس لازم 50 سنتيم شو اسمه الياردة مالته تصير، ما لحقت هاي. إيه. شفتهم بس ما لحقت عليهم. اي عجيب هذا الستايل كان هذا شيخ، ما اعرف شو موده، صرف قماش، موده هي الناس هذا الموده. هواي جتنا اسئله شيخ مرتبط لو لا، غريب هذا السؤال يعني. ليش مرتبط؟ هواي بنات كاتبين مرتبط لو لا. شفت عمي عندي احفاد انا، وين ارتبط؟ صرت ماخذ اولا 4 زوجات، وين ارتبط؟ وين اوديني؟ يعني ارتبط من جديد شلون؟ مالك نيه يعني تسوي حذف وتعديل وهيك؟ كلنا صديقاتنا بعد شو نسوي؟ بعد ما تدري صرنا شياب سوا يعني. الشيوخ نوعين، يا اما شخص متزمت يعني خلينا نقول قافل على الوضعيه، وشخص متحرر لدرجه انه خلاص ما عاد رجل دين، تخلى عن هاي التفاصيل. اكو شيوخ معتدلين يعني يحاولون يصيرون مزيج بين انه هو شخص متزمت وشخص متحرر بنفس الوقت، او شخص ملتزم بالتعاليم الدينيه وشخص متحرر، فتطلع التجربه مشوهه. لكن شيخ عداي يعني باعتقادي اني واعتقاد الشباب انه لا، قدر يوافق، قدر يخلق لنا رجل دين ملتزم، رجل دين بعده محافظ على خلينا نقول الصوره النمطيه لرجل الدين، وايضا بصبغه جديده حديثه. ما اشوف شيء، ما اشوف احد يكرهك بالشارع. شوف يا اخي الكريم، واحنا يعني هو الالتجاء الى زاويه منخنقه وزاويه مظلمه هذا هم ما يجوز. والانفتاح والانشطار والانفتاح الزايد والانفتاح العالي، الناس تعتبرها ثقافه وهي ليست بثقافه، هي سخافه يعني تصل الى هذا المستوى، ومو تطور يعتبر تدهور. كل هذا احنا اخي الكريم، انت عندك مجتمع، المجتمع موجود بي من هذا وموجود بي من هذا. انت كرجل دين اخي الكريم، العدل يسوي ذنب واللي يسوي معصيه وين يروح؟ يريد يتوب الى الله سبحانه وتعالى، يجي شيخ الدين انت خو شيء الا سيف تريد تذبحه. يا اخي الرسول الاكرم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم جاءت له امراه قالت يا رسول الله طهرني، يقول فالتفت عنها، فيقول فجاءت من الجهه الثانيه فطهرني، وجاءت حبلة قالت لقد حملته من الزنا، انا حبلة من الزنا. قال اذهبي فلدي، فذهبت فولدت. قالت اذهبي، قال اذهبي فارضعيه، ثم فافطميه، ثم جاءت له وبيده كسرة خبز. كل هذا على انه الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم يريد يدفع الحدود، يعني هو مو متشوق الاسلام لاقامه الحدود على الناس. فرجل الدين يا اخي انت، يعني رجل الدين انت، ذول شبابك ذول اولاد المعصيه موجوده بالشارع، زين ابو اللي يسوي معصيه غير يجيك، زين اذا انت تنفر بوجهه وين يروح؟ راح يروح للجانب الاخر، يعني انت ما خليت له خط رجوع. احنا جدا سعيدين بك شيخ، شكرا لك ولانضمامك. حياك الله يا مرحبا، وانا ايضا سعيد بالشباب وبهذا اللقاء الطيب ان شاء الله. جزاكم الله خير، واسال الله سبحانه وتعالى ان تكونون رائدين يعني بالاعلام العربي والعراقي ان شاء الله. شكرا شيخ.